ولكن السؤال المهم اللي عايزين نساله دلوقتي، هل اداره النادي الاهلي هتقول خلاص دلوقتي كابتن عماد النحاس يكمل والراجل فاز على الزمالك والدنيا ماشيه؟ انا بقول لهم من دلوقتي لا يا جماعه، لا يا جماعه، هنجيب مدير فني اجنبي على قدر وعظمه النادي الاهلي، على قدر حتى النجوم اللي موجوده، يمكن يغير في الاداء، يمكن الراجل يطور في منظومه الدفاع. ولكن الكابتن عماد النحاس انا ما قلتش راجل مدير فني محترم جدا، راجل النهارده عمل ماتش كويس جدا على قد اللعيبه اللي موجوده، غير تغييرات في اوقات، يعني التغيير الاوان هو اتاخر شويه ولكن يعني لا، غير في توقيتات محترمه جدا. كل تغييراته اللي عملها صنعت الفارق. فالنهارده انا ما بقولش ان الكابتن عماد النحاس مدير فني مش كويس، ولكن الضغوط يا جماعه الجماهيريه على المدرب المصري صعبه جدا، الضغوط صعبه. حتى النهارده الناس اللي بتحاربك في النادي، الناس اللي مش عايزاك موجود كعماد النحاس في النادي، ولكن لما يبقى في مدير فني اجنبي محدش بقى خلاص هيهتم، محدش هيفكر فيه، محدش هيقول لك النهارده الراجل هيتحمل الضغوط، هيتحمل اخطاء اللعيبه، هيبقى عنده الرجوله ان هو يطلع ويقول لو لا قدر الله خسر ماتش يقول انا المسؤول عن خساره الماتش ده. ولكن انا بشوف ان المدير الفني الاجنبي لا، هو الحل الامثل لفريق النادي الاهلي. ممكن نتريث شويه، يعني ايه، نفكر بالراحه وعلى مهلنا وما نستعجلش في السي في اللي احنا هنجيبه، ونشوف اكتر من مدير فني يبقى السي في بتاعهم قوي ونجيب. ولكن النهارده ما ينفعش ان انت تكمل الموسم بالكابتن عماد النحاس على اساس ان انت دلوقتي عندك فتره توقف. فتره التوقف دي لو انت جبت فيها مدير فني يبدا بقى ان هو يترجم اللي هو عايز يعمله في الملعب، يبدا يحفظ لعيبته اللي عايز يعمله في الملعب، يبدا يوقف الدفاع اللي انا شايف ان هو دفاع مستباح اللي هو دفاع النادي الاهلي. لا يعني محتاجين النهارده يبقى فيه لمسه من مدير فني كبير. ألف مليون مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله من يعني النادي الاهلي فرحنا كلنا النهارده وفرح الجماهير. وعايز اشيد بجماهير النادي الاهلي يا جماعه، جماهير النادي الاهلي والله العظيم هي اللي بتصنع الفارق، والله العظيم هي العنصر واللاعب رقم واحد في المنظومه. وانا واحد من جماهير النادي الاهلي، احنا بجد بنشجع يا جماعه بتفاني، احنا بجد بنحب النادي الاهلي من قلبنا. الواحد لما جه الجون الاولاني للزمالك يعني حصل له نوع من انواع الاحباط، وقعد يفكر في الماتشات اللي فاتت لما الزمالك بيتقدم يعني ممكن كان بيكسب الماتش. ولكن الحمد لله النهارده كان عند لاعيبه النادي الاهلي اصرار على المكسب، عزيمه على المكسب، وهو ده معدن لاعبي النادي الاهلي.